الى اسلام كربال. دوشي محاولة لقطع الكرة من محمد كويدير، يقطعها الان لاعبو فريق الاهلي عن طريق خالد درسي، يمر باتجاه اللاعب محمد كويدير ويسجل. يسجل محمد كويدير قبل دقيقة و25 ثانية. 54-61. يعود الفارق الى 7 نقاط من جديد. تمرير ثانية الان. يسجل الرمية الحرة الثانية خالد الدرسي. بكل تأكيد سيحاول الأهلي الاعتماد على تصويب الرمية الثلاثية، وهذه محاولة للاختراق عن طريق اللاعب محمد كويدير، ويسجل محمد كويدير. لاعبو فريق الشباب يوسعوا، يعني ما يحاولوش انهم يرتكبوا اي خطأ. هذه محاولة وتغادر الكرة، تبقى لمصلحة الأهلي. 62-56. 6 نقاط الفارق. 51 ثانية و6 أجزاء من الثانية. العمر المتبقي على نهاية المباراة. هل سيسابقها الأهلي ويقلص الفارق ويحقق التعادل، أم أن الكلمة ستبقى صفراء، ستبقى شبابية؟ خالد الدرسي. خالد الآن. خالد يبحث عن رمية ثلاثية، يصوب خالد ويستفيد من خطأ ومن 3 رميات حرة. صعب جدا مع هذه الرميات الحرة. يسجل الرمية الحرة الأولى. إذن الفارق الآن 5 نقاط. نلعب في آخر 43 ثانية و6 أجزاء من الثانية. يسجل أيضا الرمية الحرة الثانية. يبقى الفارق الآن 4 نقاط. ويسجل أيضا الرمية الحرة الثالثة. العلامة الكاملة من اللاعب المتميز خالد الدرسي في الرميات الحرة الثلاثة. أصبح الفارق الآن 3 نقاط، وأصبحت المباراة على صفيح ساخن. مشاهدينا الكرام، الأهلي سيعول على قطع الكرة. الشباب يريد أن يسجل، يريد أن يسجل، والأهلي يريد قطع الكرة. حوار جميل، حوار ساخن ومثير. نقل الكرة وضاعت الكرة على فريق الشباب. إذن الأهلي الآن في اختبار مهم بعد أو قبل 21 ثانية. نقل الكرة وهناك سافرة وخطأ. هناك سافرة. فريق يريد أن يحافظ على تقدمه، وفريق يريد أن يعدل النتيجة. هل سنشاهد رمية ثلاثية؟ الآن محمد كويدير يصوب، تبقى المتابعة حاضرة، والوداني يحاول تحت السلة، ضاعت مرة ثالثة. الوداني يسجل الوداني، يستفيد من خطأ ومن رمية حرة إضافية. جهد طيب. إذا الأهلي لم يفقد الأمل، لم يفقد المباراة، تبقى الأمور داخل أرضية الميدان. يا لإثارة كرة السلة، يا لإثارة هذه المباراة. فريقان كبيران يبدعان كانا دائما في الموعد كما توقعنا، فهما بمهارتهم وبنجومهم حاضران. ممتازة المباراة. نقطة واحدة الفارق. 62-61. ولحظة أيضا صعبة أمام اللاعب محمد الوداني. يا لغرابة هذه المباراة. الأهلي الشباب بدأ متقدما منذ البداية، وفي آخر 21 ثانية الأهلي يعدل الأهلي يعدل محمد الوداني. والآن 10 ثواني و4 أجزاء من الثانية. لمن ستكون الكلمة؟ طلب الآن مدرب فريق الشباب وقتا مستقطعا. يريد أن يلعب الكرة من منتصف الميدان، يريد أن يأخذ مساحة أقل على مستوى الميدان، أن يصد هذه الهجمة. يحاول الأهلي أن يحقق الفوز في نهاية المباراة. الشباب أيضا يحاول أن يحقق الفوز في هذه المباراة. كل شيء يتحرك هنا في مجمع سليمان الذراب. يا لإثارة كرة السلة، بعد أن تابعنا إثارة ومتعة كبيرة جدا على مستوى الدوري. كرة السلة تفي بوعودها في مسابقة كأس الفاتح العظيم، المسابقة الأغلى والكأس الأغلى. الشباب يريدها للمرة الرابعة، والأهلي يريدها بجانب الدوري للمرة الأولى. يا لها من مباراة سنستمتع، وبكل تأكيد سيمتعنا هؤلاء اللاعبون المتميزين. سنتابع الآن. إذن اسلام كربال
إذا مثل ما فعل المدرب عصام الدين كعبار فعل الآن المدرب المصري عماد الدين محمود. أخذ وقتا مستقطعا، يريد أن ينهي الأمور في التسع ثواني. هل ستنتهي الأمور في التسع ثواني أم سنكون مع 5 دقائق إضافية؟ 5 دقائق إضافية في هذه المباراة، أو أن الأهلي سينجح في يبدو أن فريق الشباب سيغادر. إذن يكتفي فريق الشباب أو يفضل عدم لعب الوقت الإضافي. إذن يصافح الأهلي ويقرر عدم تكملة المباراة. حقيقة أمر مفاجئ لم نكن نتمناه في هذه المباراة، ولكن هكذا شاءت أقدار هذه المباراة. كأس الدوري يستلم الآن كأس مسابقة الفاتح العظيم لكرة السلة. ألف مبروك لفريق الأهلي، ألف مبروك لمدربه المصري عماد الدين محمود ولفريق العمل مع